السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. يلا نبدأ كلامنا. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. المرة دي عندنا وصفة جديدة، هنعمل مع بعض كيكة النايتي. أول حاجة عملناها جبنة بولة، وحطينا كوبايتين ونص دقيق ومعلقتين نشا مع بعض. حطينا معلقتين نشا وباكو بيكنج باودر وذرة ملح. نقلب المكونات مع بعضها وبعدين نحط على جنب. هنرجع له بعد كده كمان حبة. نجيب بولة ونحط فيها بيضتين وكوباية ونص سكر وباكو فانيليا ومعلقة خل. وبعدين بالمضرب الكهربائي نقلب المكونات مع بعضها كده، وبعدين نضربها ضرب خفيف يعني، وبعدين نص كوباية زيت، وبعدين بالمضرب الكهربائي نضربها زي ما احنا شايفين، وبعدين نحط كوباية ونص لبن ونضرب برضو بالمضرب الكهربائي. نضربها كويس، وبعدين الدقيق اللي احنا خلطناه مع بعض البيكنج باودر والنشا ننخله الكيكة دي جميلة جدا جدا، ممكن تنفع في الفطار تبقى جميلة. والمضرب السلك المرة دي مش بالمضرب الكهربائي، واحدة واحدة كده باتجاه واحد، يا دوبك الدقيق يدوب معانا خليط الكيكة علشان الهواء ما يطلعش منه. واحدة واحدة كده بالراحة وباتجاه واحد. ما نضربهاش كتير لحد ما تبقى معانا بالقوام ده احنا شايفينه. وبعدين نجيب بولة صغيرة نشيل حبة كده على جنب كده، هنقول لكم بعدين هنعمل بيهم ايه. نشيلهم على جنب كده، وبعدين نجيب صاجة نحط عليها ورقة زبدة في الصاجة، نفردها كويس في الصاجة ونتأكد ان هي مفروضة كويس، عشان هنحط معاها نحط عليها كيكة النايتي. وبعدين نحط عليها زيت، وبالفرشة كده كل اتجاه ورق الزبدة كده نعوزها زيت. وبعدين نجيب الخليط كيكة النايتي اللي احنا عملناه مع بعض ونحطه على ورق الزبدة، وبالباتولا كده نفردها في كل اتجاه في الصاجة، نفردها كويس. وبعدين نخبطها خبط بسيط كده عشان نتأكد ان هي وصلت في كل حتة وفي كل جزء في الصاجة ورق الزبدة. ودي خطوة مهمة جدا جدا عشان ما تبقاش في حتة تخينة وحتة رفيعة. وبعدين المعلقتين اللي احنا ركناهم مع بعض نحط عليهم حبة لبن ومعلقة كاكاو خام ونقلبهم مع بعض كويس. وبعدين نجيب كيس تلاجة ونحطه الخليط في قلب كيس التلاجة ونخرمه خرم صغير. وبعدين نبتدي نعمل خطوط كده في كيكة النايت اللي احنا عملناها مع بعض، خطوط كده بالعرض كده طالع نازل، يعني خط طالع كده خط نازل كده زي ما احنا شايفين.
وبخلة السنان نفضل كده بخلة السنان كده كده نجيبها بالطول كده وبالعرض كده زي ما احنا شايفين كده في الخطوط، طول وبالعرض كده. ولما الصاج جهز معانا نكون مولعين الفرن ونحطه في الصاجة اللي في النص في الفرن. وبعدين الورق الزيادة اللي في قلب الصينية، في قلب الصاجة عفوا، نقص بالمقص عشان خاطر لو دخلنا الفرن والورق كده طالع منها ممكن الورق يتحرق. وبعدين حبة كيكة النايت كانوا فاضلين، نيجوا دهنين صينية زيت وحاطينه في قلب الصينية التانية. دول فاضلين من الكيكة اللي احنا كنا عاملينها كيكة النايتي. دهنا صينية الفرن زيت وحطيناها في قلب صينية الفرن الصينية، وبرضو خبطة بسيطة كده عشان تنزف كل جزء في الصينية. وبعدين دلوقتي هنعمل مع بعض الشربات، كوباية ونص سكر وكوباية مية ونص ليمون، نرفعهم على النار وأول ما يغلوا غلوتين نجيب دلوقتي، هنجهز دلوقتي جيل الفراولة. نجيب بولة ونحط فيها باكل جيل الفراولة ونحط فيه نص كوباية مية دافية ونقلبها كويس كده في البولة لحد ما نتأكد ان هي دابت. الشربات غلى معانا غلوتين، فضينا جيل الفراولة على الشربات وقلبناه، هيبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هيفور معانا شوية، ما تقلقيش ولا حاجة، انت تقلبيه وهو زي ما انت شايفة كده هينزل تاني، هيهبط تاني. وبعدين تسيبيه وتفضيه بولة، هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وتحطيه في التلاجة. دلوقتي انت هتحطيه في التلاجة وتسيبيه. وبعدين هنجيب الكيكة اللي احنا حطيناها في الفرن، هتبقى بالمنظر ده، اللي هي الزيادة اللي كانت فاضلة من كيكة النايتي. حطيناها في صينية. دلوقتي احنا هنقسمها بالنص. كيكة النايتي اللي احنا لما طلعناها من الفرن، احنا اصلا كنت فاكرة ان الموبايل بيصور بس الموبايل فصل معانا. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الكيكة التانية دي زي ما احنا شايفين. هندهن نص مربى، احنا ما دهناش احنا دهنا كيكة النايتي نص مربى وحطينا النص على النص، بس الموبايل فصل معايا شحن فما صورش الكيكة النايتي، ما صورتهاش. زي ما عملت في الكيكة دي عملت في كيكة النايتي نفس الحكاية بالظبط. قسمناه بالنص زي ما احنا شايفين كده في الصاج، وحطينا النص على النص نفس الحكاية يعني. حطينا النص على النص كده زي ما احنا شايفين بالظبط كده، وضغطنا عليها كويس من كل حتة عشان نتأكد ان هي مسكت جامد. وبعدين الزيادات اللي في الجنب بالسكينة كده نشيلها. نشيل الزيادات اللي في الجنب كده.
وبعدين صوص الفراولة ده احنا عملناه مع بعض، نزوق بيه الكيكة من فوق برضو بكيس تلاجة، برضو نخرمه ورايح جاي كده بصوص الفراولة اللون الجميل الفاقع اللي احنا شايفينه ده. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش احلى ولا اجمل من كده. برضو بطوله بالعرض كده كيس التلاجة كده باللون الجميل الفاقع ده، الاحمر الجميل ده. وبعدين نقطعها بالسكينة نشوفها كده من جوه شكلها بقى عامل ازاي. هتشوفوا جمال مفيش احلى ولا اجمل من كده، وحاجة حلوة ونضيفة تكون عاملاها بايديكي وتبقى جميلة جدا بالشاي باللبن، مع الشاي باللبن زي ما احنا شايفين كده. هنشوفها من جوه كده اهي من جوه، شايفين شكلها عامل ازاي منفوشة وجميلة ازاي. وبعدين هنجيب كيكة النايتي اللي عملناه هناك في الكيكة التانية، عملناه في كيكة النايتي كده بقى. هنقطعها بالسكينة كده لما حطينا الاتنين على بعض زي ما احنا قلنا مع بعض كده، هتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو. وشها اهو، حطينا الوش اهو والوش اهو. هنقلبها مع بعض كده هنشوف اهو نفس الحكاية. برضو ده قسمناها بالنص، برضو دهنا النص مربى برضو، حطينا الوش على الوش كده هتبقى بالمنظر ده. ودي بعد ما خلصت معانا بقت بالجمال اللي احنا شايفينه ده، وطعمها ولا في الخيال، طعمها جميل جدا. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.